عسلامة ومرحبا بكم في قناتي كانفا بالتونسي. عسلامة ومرحبا بكم في كانفا بالتونسي. في فيديو اليوم باش نتعلموا مع بعضنا كيفاش نستعملوا كانفا باش نصمموا منتجات رقمية بطريقة بسيطة وسهلة ونوليو نخدموا الدخل إضافي من الإبداع متاعنا. اليوم باش نبداو بفكرة صغيرة ومربحة وأسهل منها ما فماش، كيفاش نصمموا نوت باد احترافي في كانفا. النوت باد هذا تنجموا تبيعوه كمنتج رقمي أونلاين وإلا تطبعوه وتستغلوه كمشروع طباعة صغير في الدار. باش تشوفوا كيفاش خطوة بخطوة من التصميم إلى التصدير بطريقة بسيطة وسريعة. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات الجديدة متاعنا. حقا تبع الفيديو للآخر باش تعرف كيفاش تنجم تتحصل على رابط الديزاين هذا كادو من عندي باش تعدل عليه كيف ما تحب وتبدأ مشروعك. حضر تليفونك ومشروبك المفضل وخلينا نبداو مع بعضنا. نحلو تطبيق كانفا وهذه الواجهة متاعو. ننزل على علامة بلوس من اللوطة ونكتب في خانة البحث A5 باش تطلع لي برشا اختيارات. بما أني باش نصمم بلوك نوت ننزل على بلوك نوت A5 ولهناي باش تبدأ الخدمة متاعنا. كيف تحل تصميم جديد كانفا تلقائياً باش يظهر لك برشا تصاميم أو دي موديل أنت تنجم تستعملهم بكل سهولة. وإذا كان لاحظتوا اللي فما تصاميم يكون عليها تاج، هذوكم راهم مدفوعين، معناتها يلزمك تكون مشترك في كانفا برو أو كانفا التعليمي باش تنجم تستعملهم. أنا باش نختار موديل سامبل ويكون مجاني باش نعدل عليه ونزيد عليه الإضافات اللي أنا حاجتي بيها. أنا اخترت الموديل هذية وباش نبدأ نعدل عليه. أول حاجة بصوابعي نكبر التصويرة باش نعمل زوم ونفسخ الكتيبة هذية، ومن بعد نعاود نحل بصوابعي التصويرة باش تراها تبعد، وهكا نحينا الزوم. نمشيو للكتيبة الفوقانية هذية ونبدلو نوعية الخط متاعها. كيف تنزل على الكلمة باش يظهر لك بار من اللوطة، انزل على بوليس ولهنا تلقوا أنواع مختلفة من الخطوط بلغات مختلفة. أنا اخترت الخط هدايا وانتم الخط اللي يعجبكم. المهم يلزم الخطوط الكل في التصميم تكون متناسقة ومرتبة. هكا نكونوا دهنينا على الخط. توا باش نزيدوا للورقة متاعنا عناصر باش يزيدوها رونق وجمالية. ننزلوا على إليمون من لوطة ونكتبوا في الريشيرش التام اللي نخدموا عليها. وبما إن احنا في فصل الخريف وقادمين على فصل الشتاء باش نخدموا على لي دو تيم هذوما. أنا كتبت إيفير وهذوما العناصر اللي متعلقة بالتيم هذه. ننزلوا على إلوستراسيون ونختاروا العناصر اللي حاجتي بيها ونركحها على الباج متاعنا. وكيف العادة التصاور اللي فيهم تاج هذوكم مدفوعين، وأنا باش نلوج على حاجة مجانية وفي نفس الوقت مزيانة. انتم اختاروا اللي يعجبكم وعلى ذوقكم بالطبيعة. أنا اخترت التصويرة هذه وباش نحطها في الزاوية الفوق. من بعد نعمل لها دوبليكي ونهبط بالنسخة متاعها اللوطة ونحطها في الجهة المعاكسة. في الباغ اللوطة نلوجوا على غوتورني، ننزلوا عليها ونقلبوها للجهة المعاكسة ونركحوها في بلاصتها. وتوا باش نختاروا تصويرة صغرونة نزيدوا نزينوا بيها التصميم متاعنا. نركحوها في بلاصتها. أنا من الأول عجبتني تصويرة البطريق، لكن من بعد اخترت تصويرة سنو مان هذا وحطيته على الجهة هذه بعد ما صغرته شوية. وهكا نكونوا كملنا أول تصميم لينا مع بعضنا، وشوفوا لي محلاه ما فينو. وبما أنكم وصلتوا معايا أهني نحب نقولكم ميرسي وما تنساوش تحطوا جيم. وإذا صعبت عليكم أي حاجة اكتبولي في الكومنتير وأنا نعاونكم باللي نقدر. توا باش نزيد نوريلكم كيفاش من التصميم هذا تخلقوا تصميم آخر بنفس الجمالية. أول حاجة نعملوها دوبليكي للطاج كاملة، من بعد نفسخوا لي زيليمون متاع الشتاء وباش نبدلوهم بتام الخريف. وكيما عملنا بكري نرجعوا للإليمون ونكتبوا في الريشيرش كلمة أوتون معناتها خريف، وراهو تنجموا تكتبوا بالعربية ما فما حتى مشكل وتلقاو نفس النتائج. باش تظهر لي برشا اختيارات ننزل على إلوستراسيون
ونختار العناصر اللي حاجتي بها. في العادة نختار حاجة مجانية ومزيانة. أنا اخترت هذه باش نصغر فيها شوية ونحطها الفوق ونعمل لها دوبليكي باش نجمعهم مع بعضهم ونوزعهم على كامل الباج. كان لاحظته هنا بعد ما جمعت العناصر مع بعضهم ما انتبهتش للفراغ اللي بيناتهم. يا أخي فسختهم وعودت رجلتهم بالباهي وجمعتهم مع بعضهم مرة أخرى كما تشوفوا، ونعاود نعملهم دوبليكي ونوزعهم على الباج كاملة. أي حاجة ما فهمتوهاش ولا مش واضحة اكتبولي في كومنتير وأنا إن شاء الله نجاوبكم. باش تجمع العناصر مع بعضهم يكفي أنك تنزل على تصويرة مثل الثنقات هذوكم، من بعد تنزل على سيليكسيون مولتيبل باش تظهر لك كلمة جروبي. تضغط في الباج متاعك على تصاور أو لي زيليمون اللي حاجتك بيهم مع بعضهم، من بعد تنزل على جروبي وهكا تكون العناصر الكل في شكل واحد تنجم تتصرف فيهم مع بعضهم في نفس الوقت. توا في برم اللوطة نلوج على بوزيسيون ونركح ليليمون متاعي اون اغير بلون. نرجع لليليمون من اللوطة ونلوج على شكل مربع، ننزل عليها ونركحها على كامل الباج. نبدلها لونها للأبيض، من بعد نلوج على بوزيسيون ونبدأ نرجع فيه للتالي لين تظهر الكلمات والأسطرة الكل الفوق. بعد نرجع بشوية ونلوج على كلمة كوان ونحاول نريق الكوانات متاع المربع باش يوليو أغوندي. ننزلوا على كلمة تستيل ونعملوا له انكادراج خفيف. توا باش نزيدو هكا تصويرة صغيرونة نحطوها في الكوان لوطا، نزيدو نزينو بيها الباج متاعنا. كيف العادة نمشيو الإليمون ننزلو على illustration باش تلقاو ريكومونداسيون ماجيك. هذه تعطيك تصور اللي عندها علاقة بنفس التصويرة اللي اخترتها من الأول وتكون متناسقة معها. ننزلو على afficher tout ونلوجو على تصويرة كيوت وتتناسب مع الديزاين متاعنا. أنا نلوج على حاجة سامبل، يا أخي اخترت اليقطينة هذه لكن من بعد فسختها واخترت ورقة الشجرة هذه. نريقلها هوني نراك حللها البوزيسيون متاعها ونرجعها تالي وراها الأسطر هذم.
وهكا نكونوا كملنا التصميم نتاعنا وما بقالنا كان نتيليشارجيوه بصيغة PDF امبريمي باش نبيعوه كمنتج رقمي عبر الانترنت أو نستعملوه احنا ونطبعوه وحدنا ونبداو به سمول بيزنس من الدار. وكيما وعدتكم في أول الفيديو اللي كمل معايا الفيديو للآخر باش نبعث له لين تصميم هذا يحلو عنده في كانفا ويعدل عليه كيف ما يحب. ما تخافوش، العناصر الكل مجانية. اكتبوا لي في كومنتير كم الديزاين وإلا التصميم وأنا نبعث لك الرابط. وتوا ما بقالي كان باش نقولكم إلى اللقاء، وإذا عجبتكم الفكرة اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو وكتبوا في الكومنتير اسم المنتج اللي تحبني نصموه المرة الجاية. بسلامة، باي باي.